السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم؟ نعمل حبه صبر ونعمل حاجات عشان اهلا بعوده الدراسه. عملنا بصوا انا طوحني بقى مبقاش قطع كتير. بصوا انا عايزه اوريكم من جوه طري جوه ان هو مسوق حلو جدا، شقاوي جدا، طعمه بقى يعني حاجه حلوه. يعني بصوا عامل ازاي، خطير طعمه بجد جدا 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 تحفة. هتجربيه مرة صدقيني، هتعمليه مرة واتنين وتلاتة وهتستغني خالص عن ان انتي تشتري عينه مرة تانية. جدا بيتباع في فرنة شهيرة قوي، بيتباع غالي. كايزر غالي جدا، بس احنا ممكن نعمله بتكات بسيطة وحاجات بسيطة، ممكن نعمله ويبقى احلى كمان واطعم واوفر وارخص من ان احنا نشتريه من بره. حلو جدا، موفر قوي قوي قوي. بنفس الطريقه ديت تحطي فيه حته جبنه من جوه وهو بيستوي عشان ما تفتحوش تاني. سهل جدا، ممكن تعملي كده تحشيه حلو وتحشيه مطرق الحريه. طب عايزين نعرف والحاجات الحلوه دي عملناها ازاي؟ هندخل على الفيديو نتفرج عليه. انا عايزه سبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركه الله. هنبتدي نعمل معانا المحسن من غير ما نشتري محسن، اللي هو المحسن اللي بيتعمل بتلاقيه في الفران والمحلات وكده. انا معايا كوبايه حليب رايب، هو كان حليب عادي يعني بس قطع فمش هنرميه. خلاص هناخد، انا كده كده هحتاج نص كوبايه سكر، هاخد منها شويه. هحط باكيت الخميره، وهحط بيكنج باودر كيس، وفوقيهم بصوا انت شايفه الفوران، معلقتين خل. بصوا شايفه الدنيا عامله ازاي، بصوا الفوران. بصي انا كده يعني ضمنت ان شاء الله ان شاء الله يعني ان الخميره بتاعتي حتى لو مش حلوه هتشتغل. يعني حتى لو الخميره بتاعتي مش حلوه هتشتغل. وممكن كمان تعملي خطوه كمان، تحطي في الخليط كده معلقتين 3 دقيق وتسيبيهم شويه لغايه ما يخمروا اكتر من كده. بس خلاص احنا عمل التفاعل اللي احنا عايزينه. نفتح بس الكيس. بصوا ده دقيق عادي جدا، جايبه كيلو دقيق سايب. الماركه اللي انا جايباها ديت اسمها الاهرام، بس مش فارق معانا الماركه، احنا فارق معانا كيلو دقيق. بصوا شايفه الفوران. هحط بقى بقيه السكر، ما تقلقيش مش هيبقى مسكر معاكي، ولو في تسكيره مفيش اي مشكله. هتشوفوها تعرفوه، بيتباع في افران غالي قوي. كده كده نسبه تسكير. بصوا الفوران رخاد ازاي. هبتدي اعجن العجينه بتاعتي. انا عايزه عجينه بس ما بتلزقش، يعني طريه بس ما بتلزق خالص. عايزه معلقتين. وطبعا كنا زبيب او نشتري شويه، هو المفروض اكتر من كده كمان، بس ايه طول اللي فاتوا عندي. بصي العجينه بتاعتي، بصوا بطن العجان بتاعي نضيف. فانا مش هزود سوائل خلاص. انا بس الكوبايه او البطرمان اللي انا حطيت فيه اللبن حطيت عليه معلقتين مش اكتر. انزل معلقتين. بصوا في الاول هتلاقيها قطعت معاكي وعملت الشكل ده، ما تقوليش بقى باظ حطي دقيق، لا اصبري شويه هتتعجن وهتلم وهتبقى ما شاء الله. بصوا يا حبايبي في المرحله ديت هحط الزبيب. نصيحه، زبده كريستال وجنه مش حلوه خالص، يعني يا ريت ما حدش يجيبها. يعني احسنهم وارخص، يعني هنقول السعر زي بعض، هنقول فرن. كريستال وجنة تحس ان هم فيهم حدوقية شوية، فما بيبقوا حلوين ولا الملمس بتاعهم حلو.
غير فرن. المرحله ديت بقى انا عايزه ادخل الزبيب بتاعي في العجينه الاول عشان ما يتقطعش معايا. انا مش عايزه اقطع حبات الزبيب، انا عايزاهم يبقوا صحاح. بصوا حبايبي العجينه ما شاء الله تبارك الله عامله ازاي. انا بس هطلعها من العجان مش اكتر، وهلمها وهسيبها تخمر. احنا العجينه بتاعتنا هتخمر على مرتين. معلش ساعات كده ما ببقاش واخده بالي من الكاميرا، فما ببقاش شايفه انا حطاها يعني ايدي فين، فمعلش استحملوني. بصوا العجينه انا عايزه التلزيقه ديت، هي دي التلزيقه اللي انا عايزاها. بصوا دلوقتي شايفه العجينه، بصوا العجينه طريه جدا، بصي ملمسها حلو جدا، تحسي كده ان هي هتقع من ايدك. هلم بقيه العجين اللي في الحله وهحط حته زبده واسيبها تخمر. الجو حر، مش هتاخد ربع ساعه تلت ساعه ونرجع مع بعض. بصوا حبايبي خمرت معانا شويه حلوين. انا كده كده بصوا شايفه الفقاقيع ديت، هننزل الخمر بتاعنا تاني. انا مش عايزه يكون ليها خمر، او بمعنى اصح انزل الخمر عشان انشط الجلوتين اللي فيها فتخمر معايا تاني. بس العجينه عامله ازاي ما شاء الله. زي ما قلت لك لو كنت يعني الزبيب بتاعك شويه حلوين اكتر من كده كمان هيكون حلو جدا جدا. بصي قطعي بقى الكايزر بتاعك بالحجم اللي يعجبك. بصي يعني انا اهو بصوا ملو الايد كده، يعني لو ما عندكيش ميزان اهو ملو الايد خلاص. اعتمدي بقى كله المقاس دوت. بصي ادهني بقى السطح الرخامه او اي حاجه انت هتحطي عليها، ادهنيها دهنه زبده كده. احنا بندخل العجينه في بعضها. بصوا اهي ملو ايدي. بصوا عماله تطلع معايا هوا ما شاء الله، حلوه جدا جدا. هقطع الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. بصوا حبايبي ما شاء الله عملوا معانا 20 قرص، مش قرصه، هو كايزر. عملوا معانا 20 واحده ما شاء الله. هنبتدي باول واحده. بصوا ما شاء الله شكلها بقى عامل ازاي. هنزل الخمر اللي فيها وهلمها تاني. واحاول ان الزبيب يكون جوه، واشكلها تاني واحطها في الصاج. الصاج دوت انا دهناه زبده خلاص. حد هيقول لي طب ما اعمله في الصاج الكبير. لا انا عاملاه في الصاج الصغير عشان انا عايزاهم يبقوا ماسكين في بعض شويه، مش عايزه اخليهم متفرطين. هتشوفي شكلهم هيبقى عامل ازاي. انا طلعت الخمر اللي فيها وبرجعه تاني. نعمل واحده كمان. بصوا الخمر ما شاء الله العجينه حلوه جدا، طريه وما بتلزقش. بقفلها كويس. دي المسافات اللي هسيبهم بينهم وبين بعض. هخلص كل الكميه وارجع لكم. بصوا حبايبي خبروا ازاي. كل اللي انا هعمله هدهنه بس بحليب. ليه بدهنه بحليب؟ عشان الحليب بيوحد اللون. يعني لما بتدهني ببيض الشكل بيكون مختلف خالص، لكن الحليب بيوحد اللون. مش عايزه تحطي الحليب ما تحطوهوش، ما فيهوش اي مشكله. ممكن تبخي شويه ميه وخلاص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟
المفروض ان انا هحط سمسم، بس انا ايه السمسم عندي خلص في السمسميه، فهعمل ايه؟ هرش جوز هند. هيدي شكل ولون وطعم حلو جدا، وطبعا ده اختياري. بصوا انا ما دهنتش كل مره واحده، عشان لو دهنتيه مره واحده هتيجي ترشي تحطي جوز الهند هتلاقيه ممسكش معاكي. واحده واحده عشان ما تضيعيش الخمر، ومش عايزينه يخمر 100%، عشان لو خمر 100% اما هتيجي تسويه وتيجي تاكليه هتبقي شامه ومش طعمه طعم الخميره. فيا ريت ما يخمرش على الاخر، يعني سيبي شويه كده يكملهم خمر وهو بيستوي. طبعا ممكن تحطي بقى حبة البركة، ممكن تحطي سمسم، ممكن ما تحطوش خالص. هخلص الكمية وادخلهم الفرن. درجة حرارة رف اوسط، درجة حرارة 200 220 حسب الفرن بتاعك. انا عايزاه يبقى معايا طري، فعايزة درجة حرارة عالية. وهقول لكم في الفرن عندي قعد قد ايه بالظبط. هياخد 10 دقايق ربع ساعة ان شاء الله، مش اكتر من كده. لو عندك مروحة شغليها، ما عندكيش مفيش اي مشكلة. بصوا يا حبايبي، هو خد معايا في الفرن بالظبط على درجة حرارة 220 تلت ساعة. على فكرة هو لسه سخن. بصوا عامل ازاي. بصوا عشان كده انا خليتهم جنب بعض عشان عايزة الشكل دوت. بصوا، بصوا الجمال. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، حلو جدا. بصي خطير، تحفة تحفة تحفة. تحسي ان انتي بتاكلي باتيه. ديت الكايزر بتاعه، طبعا بيتحط عليه سمسم بتاع فرنة شهيرة قوي قوي، وبيتباع غالي جدا. الكايزر اللي بالزبيب طبعا ما بيبقاش فوق الوش جوز هند، بيبقى بتاع دوت سمسم عادي، بس انا ما كانش عندي السمسم. حلو جدا على فكرة، ممكن يتاكل كده، وممكن عادي تعملي سندوتشات جبنة. بيبقى طعمه كده زي سويت اند صور كده، يعني انت حاطه مثلا في جبنه رومي او جبنه بيضه او لانشون، وفجاه كده حته الزبيب، ما بتحسيش بتسكيره، بس بتحسي بطعم لذيذ جدا. جربي حاجه جديده كده لللانش بوكس، هينفعك وهيفيدك، وهينفع كمان فطار، وهينفع كمان عشاء. يا رب واسمها تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.